بيقولوا إن الحيطان ليها ودان، بس في البيت ده الحيطان مش بس بتسمع، الحيطان هنا بتسجل كل حاجة، كل همسة، كل نفس، كل صرخة حاولت تخرج وما خرجتش من 100 سنة. والصوت هنا مش بيختفي، الصوت هنا بيتحبس. ويمكن انت دلوقتي بتسمع أصوات مش المفروض تتسمع. أهلا بيكم في سرداب الأصوات المنسية في قلب جاردن سيتي، واحد من أهدى أحياء القاهرة. شوارع نظيفة، بيوت قديمة، وهدوء غريب. لكن الهدوء ده مش دايما راحة. في شارع صغير بين شجر تقيل ونور ضعيف في فيلا. الفيلا شكلها عادي، لكن الإحساس اللي حواليها مش عادي. الناس تقول امشي من هنا بسرعة. ليه؟ محدش عارف يشرح، بس كلهم متفقين على حاجة واحدة: الصوت هناك مش طبيعي. في ناس قالت إنك لو وقفت قدام الفيلا وناديت على حد صوتك مش بيرجع. في ناس جربت ورجعت، بس مش زي ما كانت. وهنا يدخل ياسين. ياسين مش شخص بيخاف، باحث، بيحب يفهم، مش بيحب يصدق أي حاجة بسهولة. كان شايف إن الرعب مجرد جهل. دخل الفيلا بثقة. أول حاجة لاحظها الصمت. مش صمت عادي، صمت تقيل، كأن المكان بيكتم النفس. وقف في نص الصالة، بص حواليه وقال: في حد هنا؟ شاف شفايفه بتتحرك بس مفيش صوت، حتى نفسه كان مكتوم. استغرب بس قال يمكن تأثير نفسي. خبط برجله، مفيش صوت. خبط تاني، برضه مفيش. ابتدى يحس بحاجة غريبة. نادى تاني وسكت. استنى ثواني، دقيقة، 2، وفجأة سمع صوت، بس مش صوته. صوت راجل عجوز بيجري، بيلهث، كأنه بيحاول يلحق حاجة، يمكن يلحق الصوت نفسه. ياسين حس ببرودة في جسمه، لكنه حاول يتمسك بالمنطق. طلع أجهزة تسجيل، بدأ يحطها في كل مكان، وقال لنفسه لو في صوت هسجله. الأجهزة اشتغلت والمكان لسه ساكت، بس الشاشات بتتحرك، موجات صوت رغم إن مفيش صوت. رجع سمع التسجيل، وساعتها بدأ يفهم. أصوات ناس، صراخ، جري، خبط، ووسط كل ده صوته هو بيتكلم وبيحكي نفس اللي بيحصل، كأن القصة اتسجلت قبل ما تحصل. هنا الخوف دخل بجد. قرر ينزل تحت السرداب. كل خطوة كانت تقيلة، كأن الأرض نفسها مش عايزاه ينزل. وصل باب تقيل، فتحه ودخل. الغرفة كانت صغيرة، متقفلة بالرصاص، كأنها سجن للصوت. وفي النص جراموفون قديم وشغال لوحده. قرب، ايديه كانت بتترعش. حط الإبرة، وفي اللحظة دي كل حاجة اتغيرت. المكان بدأ يتحرك، الحيطان بتتنفس، أصوات بتظهر، ناس بتصرخ، ناس بتجري، ناس بتحاول تخرج بس مش قادرة. كل صوت اتحبس. لكن الحقيقة كانت أسوأ. البيت مش بس بيسجل، البيت بياخد، بيسحب، بيخزن ويستنى. ياسين حاول يتكلم، لكن صوته كان بيتسحب منه ببطء، وجع، اختناق. كل كلمة بتختفي كأنها عمرها ما كانت. ساعتها فهم الكيان اللي تحت جعان ومش عايز ذكريات، عايز صوتك. ياسين جري، حاول يهرب، لكن الفيلا اتغيرت، بقت حية. الأبواب بتتقفل، الممرات بتتغير، المكان بيقرب عليه كأنه عايزه. وقف
عارف إن مفيش مخرج إلا لو دفع التمن. صرخة من قلبه، صرخة لو خرجت هتكون الأخيرة. فتح بقه وصرخ بكل قوته، بس مفيش صوت، وكل حاجة وقفت. الكاميرا وقعت والفيلا رجعت هادية من بره، ولا كأن في حاجة حصلت. لكن لو قربت ودنك من السور هتسمع همسة بتقول: أنا لسه هنا. السؤال: لو خيروك صوتك ولا كل حاجة في الدنيا، تختار إيه؟